من تراثنا الشعبي. جدي وجدك قالوا زمان من الحواديت أشكال والوان، واحنا الليلة هنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان، فيها حلاوة أهل بلدنا ذوق ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، فيها حلاوة أهل بلدنا ذوق ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو، حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة. توتة 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 ادي معاد الحدوتة، توتة 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 ادي معاد الحدوتة. حواديت شعبية. حواديت شعبية. التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل. كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب. الغناء عبد الرزاق إبراهيم. يرويها لكم أحمد أبو العنين. إخراج خالد منيب. كان ويا ما كان في سالف العصر والأوان، وما يحلى الكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام. كان زمان في البادية راجل عجوز، وكان له من الولاد 2، مهمتهم رعي الإبل وتجهيزها للسفر الطويل. وكان عند العرب عادة بيسموها تعطيش الإبل، وهي تعويد الإبل على العطش عشان تتحمل طول السفر. تعودها على الصوم عن المية يوم و2 و3 و4 عشان يعودوها على التحمل. وفي يوم نادى الشيخ العجوز أولاده عشان يقول لهم ويدلهم على طريق الخير، واتجمعوا ال2. خير يا ولدي. شوفوا يا ولادي، انتوا عارفين ان موسم الحج قرب وباقي عليه 4 شهور. نعم يا ولدي عارفين. عشان كده عاوزكم تعطشوا الإبل. نعطشها كيف يا ولدي؟ كيف ما بنعطشها قبل السفر الطويل؟ بوي يقصد نسافر بيها يوم ولا يومين من غير ما نعطيها المي، ونعاود بيها للديار علشان تتعود على العطش. اديك فهمت يا ناصح. وتحب نعطشها قديش يا ابوي؟ عطشوها 3 ايام في الاول، وبعدها نعطشها 4 و5 و6 لحد ما تتعود وتكون جاهزة للسفر. الامر لك يا ابوي. هم يا ناصح وانت يا فالح، وياك الإبل تشطح منكم ولا تهرب، وإلا قصفت عمركم انتوا ال2. لا تخاف يا ابوي، بعون الله حنعاود بيها بعد ما نعطشها 3. بعون الله حنعاود بيها بعد ما نعطشها 3. طيب يا فالح وانت يا ناصح، وإياكم تحودوا يمين ولا يسار، إياكم، وإلا علقتكم من عراقيبكم لحد ما يبان لكم أهل. هم منك ليه. وفي الصباح
رحلوا سوا الاتنين على فيض الكريم، ساحبين وراهم الإبل عطشانين، ناويين يسافروا يوم ويومين من غير مية للإبل عشان تتعود على العطش، وهي عادة رجال البادية. وفات يوم وكان الحر شديد، تعبت منهم الإبل، عشان كده حطوا الرحال عند نبع وكمموا كل الإبل ومنعوا عنها المية لاجل يعودوها على العطش. وساعة الغروب سمعوا الاتنين أصوات حريم جاية من بعيد. بص، بص يا فالح. فين يا ناصح؟ بص هناك عند النبع. يا نهار اللي مش فايت. شايف البنات الحلوين اللي رايحين يملوا هناك دول؟ ها؟ دول جواري مين دول؟ الله أعلم، لكن البنت اللي في النص البيضة شايفها؟ ايوه. وشايف اللي جنبها السمرة اللي لونها بلون الخمر، شايفها؟ اسمع يا فالح، رايح فين؟ هجرب شوية عشان اشوف الحسن ده من وين. خدني وياك أشاهد الجمال، يمكن يكون لي وياها نصيب. ها، مين انتي؟ ومين انت؟ أنا ناصح ولد الشيخ صالح. وايش اللي جابك هنا؟ جبني القدر عشان أمل عيني بجمالك. وانتي؟ أنا جيت أملى المي لدار سيدي ميمون. واسم الكريمة ايش؟ اسمي وصال. يا ريت يدوم الوصال يا وصال. وانت ليش ما بتحكي؟ ها؟ هقول ايش؟ ما تعرف تقول مسخوط؟ اعرف، ما اعرفش ليش. طب قول. اسمك ايش يا ذات الحسن والجمال والدلال؟ اسمي ميسي. وانت؟ اسمي فالح. يبقى انتوا الاتنين فالح وناصح. نعم، ويبقى انتوا الملكين اللي حيحاسبونا في الدنيا. وليش الدنيا؟ ليش ما تكونش اخرتكم حلت على ايدينا؟ ما حلت من ساعة ما ريتك يا وصال. مت خلاص. وقتلني سهم عينيك الحلوين. وانت ما تعرف تقول مثل خوك؟ اعرف. قول. اني مت من ساعة ما شفت بحر عيونك الحلوين يا شيخ. واني كمان ايش كمان يا ناصح اقول لها ايش؟ باين عليك خايب وخوك انصح مني. صبرك بالله يا ميسة، صبرك بالله، احسن ماني قادر اتلم على جسمي. الحين ما تتلم على جسمك عن ايه؟ على وين الساعة؟ راجعين، احسن سيدي ميمون يستعوجنا. وحنشوفكم تاني. مين يعلم، مسير الحي يتقابل بينا يا مان. امسك فيهم يا ناصح، ما تتركهم يرحلوا. والإبل ومعادك يا فالح. ها؟ الإبل؟ انهار، تركنا الإبل عند النبع. اجري نلحقها احسن تضيع منا. اجري. وانتوا يا حلوين هنعاود تاني، هنعاود كمان يومين اتنين. جاروا على الإبل، لقوها شربت مية لحد ما شبعت. وقفوا الاتنين يندبوا حظهم، خايفين من عقاب أبوهم. لكن يعملوا ايه؟ الإبل شربت، ما لحقوش يعطشوها غير يوم واحد، وأبوهم في الديار قاعد ومستني. رجعوا لأبوهم وهم محتارين، شافهم من بعيد قرب عشان يسأل. ايش سويتم؟ عطشناهم يا ابوي. عطشتوهم قديش؟ ها؟ كيف ما اتفقنا يا يعني كام يوم؟ ها؟ كام يوم؟ هو احنا اتفقنا على كام يوم؟ متفقين تعطشوهم 3 ايام، عطشتوهم 3 ايام. امال كذاب. وبعدين بقى كذاب ليش يا ابوي؟ الإبل شاربة مي، والمي مالي جوفها ومعدتها. شربة مي؟ ما هو يا ابوي ايش؟ اصلها بعد يوم واحد عطشت وكانت حاطفطس. وبعدين خفنا عليها شربناها مي عند النبع. افهم منك دي ان الإبل ما لحقت تعطش. بكرة نعاود نعطشها 3. ما نعطشها 4 ونريح دماغنا. رحتوا وين وتركتوا الإبل؟ ها؟ رحتوا وين؟ ما حنروح وين؟ سافرنا بيها، عسكرنا جنب النبع، لقيناها حتموت من العطش، شربناها. طيب يا فالح،
طيب يا ناصح، بكرة من الفجر اتعاودوا وتسافروا بالإبل وتعطشوها 3. تعطشوها قديش؟ 3 يا ابوي، 3 ايام. تدري يا وصال، والله مناعتك. وانت يا مايسة رايحة وين؟ كنت شاطر حصلني. احصلك واحصل المخلفينك كمان. الحق يا ناصر. حلق يا فالح، حلق يا فالح. حالا فاتوا ال3 أيام. فاتوا يا ناصح، والإبل ما شربت نقطة واحدة بعد ما كتفناها عند النبع. وحنعاود الديار تاني. وش بيدنا يا أخوي؟ والله ما بدي أرجع الديار وأسيب وصال. وأنا والله ما بدي أرجع وأسيب ميسة، لكن بوك جبار. ويش العمل؟ فكر يا أبو الأفكار، وإن كان عندك طريقة أقول، ولا أنت تشبكنا بالجميلات وتتركنا؟ عندي فكرة. اسمع يا فالح. اهو كتار رجال ولا بلاش؟ عطشناها 3 أيام بالتمام والكمال. وتحملت؟ اهي قدامك اهي، اتحملت وما اشتكت ولا طلبت المي. لكن لسه الإبل ما هي عجباني يا أبوي، لساها بتحن للمي وبتبرطم. وإيش العمل؟ نعطشها 4. 4 أيام؟ نعم، نعطشها 4 عشان نطمن عليها وعلى قوة تحملها. وهو ده رأيك يا فالح؟ نعم، هو ده الرأي السديد. إن كان كده من باكر تسافروا وتعطشوها 4. ينصر دينك يا أبوي. يا وصال، والله ما أنا قادر على فراقك. خلاص يا ناصح، ال4 أيام انتهوا يا وصال. وحتعاود لديارك. نعم حنعاود. وليش ما تقعد هنا كمان كم يوم؟ بوي قاسي، ولو حس إننا خدعناه حيقتلنا. بتخاف من بوك يا ناصح؟ لا، نا فارس ولا كل الفرسان، لكن الخشا واجب. إن كنت فارس يا ناصح اقعد هنا، وانا كل ليلة اهرب من سيدي واجيلك. والإبل اتركها ترعى ولا يهمك. بوي عاوزنا نعطشها لجل موسم الحج اللي جاي. وانا مش اهم من الإبل عندك؟ انت عندي اهم ومن كل الدنيا. طب ليش عايز تفارقني؟ حكم القوي، اقصد حكم الاصول. وحتعاود تاني؟ ايوه هعاود المرة دي. هقعد وياكي 5 أيام، و5 بحلهم يا وصال. اللي تشوفه يا ناصح. رايح وين يا فالح؟ الله، فالح رايح فين هو ومايسة؟ يا فالح، يا فالح. رجعوا سوا الاتنين متحيرين، سايبين قلوبهم هناك عند النبع والمية. رجعوا لابوهم بعد ما عطشوهم 4. لكن ايه العمل لو ابوهم قال خلاص كده وكفاية تعطيش للإبل؟ يا ترى هيرجعوا للنبع ازاي، وكل واحد يشوف ازاي محبوبه؟ خطر على بال الاتنين فكرة، ولما وصلوا الديار قعدوا قصاد ابوهم ودار ما بينهم حوار. والله زين ما عملتم. عطشناهم 4 وما قربنا منهم مي. عظيم والله. لكن يا ابوي. قول يا فالح انت. لكن ايش؟ لساها الإبل ما هي عجباني. ليش يا ولدي؟ لساها ما تعودت على العطش عشان تتحمل طريق الإحجاز. مش بتقول عطشتوها 4؟ الإبل محتاجة تعطش 5. 5 أيام؟ نعم يا أبوي، والمثل بيقول عطشها 5 ترتاح من الوسواس. ومين اللي قال هالمثل؟ قالوها اللي قبلنا. ما سمعتوا قبل اليوم؟ أديك سمعتوا يا أبوي. يعني
فكرك نعطشها خماس يا ولدي؟ نعم 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 يا ابوي، من بكره الفجر نسافر بيها ونعطشها خماس عشان قلبنا يطمن. اللي تشوفوه يا وليدي واللي فيه الخير اعملوه. من الفجر كانوا سوا مجهزين الرحال، واخدين معاهم الزاد مع الزواد لاجل يعطشوها أخماس، لكن الحقيقة رايحين لاجل ما يقابلوا البنات الاتنين، وكلها حيلة. لكن يا ترى الحيلة هتفضل لإمتى كده؟ ما حد يعلمها. الله الله الله، رقصك حلو والله يا مايسة. صحيح يا فالح، ما شفت واحدة بترقص كيف ما بترقصي أبدا. اقعد هنا ونرقص لك ليل نهار. ها والإبل بيعهم وخذ فلوسهم وامرح بيهم ومتع روحك يا راجل. وبوي لساك بتخاف من بوك؟ هني لا، فالح ما يخاف من حدا بعد ربنا أبدا. طب ليش عاوز تعاود جارك؟ كرهتني ولاش؟ أبدا أبدا يا مايسة، ومين يكره الحسن والدلال والمغنى والرقص؟ مين؟ يلا يلا ارقصي ارقصي وانا اسقف لك. يلا هي هي. بتقول ايش يا شيخ العرب؟ بسألك وين ولادك الاثنين؟ ما قلت لك بيعطش له ابل خماس. واللي يعطش الإبل يسافر بيها في قلب الصحراء ولا يربطها عند النبع؟ تقصد ايش يا حامد؟ شايف إبلك عند النبع مربوطين وما حدا عندهم من ولادك يا شيخ صالح. تقصد ان الابل عند النبع القريب؟ نعم. وفالح وناصح ما شفتهم هناك وناديت عليهم، ما حدا سمعني ولا رد علي. وتركت الابل من غير ما تطمن؟ كنت مستعجل وكان معاي البضاعة وما رضيت أضيع وقت. يمكن يكون حد هجم عليهم ولا قتلهم. لا يا شيخ، مين يستقرى ويقرب من ولاد الشيخ صالح؟ وغوشتني الساعة يا شيخ حامد. اطمن، وإن ما عادوا لحد المغرب أطلع أنا والرجال لجل ما نعرف أخبارهم. ومين عنده صبر لحد المغرب؟ مين؟ انظر يا شيخ. ايش؟ مش دول ولادك اللي هناك جايين من بعيد؟ ايوه اللهم. مش قلت لك اطمن يا شيخ صالح؟ دول بيقولوا عمر الشقي بقي. طيب يا فالح، طيب يا ناصح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي. رحتوا وين؟ سافرنا بالإبل في الصحراء 5 أيام. وعطشتوها؟ عطشناها زي ما اتفقنا خماس. ويش عملت الابل؟ اتحملت، ما طلبت المي. يعني اطمنتوا عليها؟ قوي قوي يا بوي. وما قربتوها من نبع؟ ليش نقربها من النبع ما دمنا مسافرين عشان نعطشها؟ وارتحتوا وين؟ ما ارتحنا. ما نمتم؟ نمنا واحنا فوق منها. وما عسكرتم؟ ونعسكر ليش ومهمتنا نعطشها ونسافر بيها لاجل ما نعودها. إيه مالك يا بوي؟ ما في شيء، ادخلوا ناموا. وننام السعادي ليش؟ مش بتقولوا لا نمتم ولا ارتحتم؟ والله بينا يا فالح. طيب طيب يا ولاد الأبال ساد. طيب نمت يا ناصح؟ وانا حيجيني نوم كيف يا فالح؟ بتفكر في وصال وماني قادر انام وهي بعيدة عني. وانا ميسة ما بتبارح خيالي. والعمل شايف بوك نظرات عينيه فيها كلام. تقصد ايش؟ كيف ما يكون مكدبنا. بوك مصدقنا وواثق فينا ولا عمره كدبنا. والعمل حنعاود لوصالي وميسة كيف؟ نقول الإبل محتاجة تعطش سداس. ما عطشناها خماس، لسه حنقول له سداس. وماله، قول وشوف حيرد كيف. طب
ونقلق. يبقى عليه العوض في وصال ومايس. لا حقله حقله وحيصدقني، وحنسافر المرة دي 6 أيام. يا ريت يا أخوي يا ريت. صبح الصباح والشمس نشرت شعاعها نور الدنيا، وناصح وفالح عيونهم ما شافت نوم. دخلوا على الشيخ صالح الاتنين كما الدايخين من قلة النوم والسهر يا عيني تعبانين. قعدوا قصاده ولسانهم عاجز عن الكلام، وفين وفين نطقوا سوا الاتنين. بقول ايش يا واحد واحد، ولا انتوا على ابوكم متفقين؟ متفقين على ايش؟ ايش اللي بيك يا ناصح؟ الابل يا ابوي. مالها الابل؟ رأيي نعطشها كمان حبة. كل هذا وما مكفيك يا ولدي؟ نعطشها كمان لجل ما تتحمل الطريق من هنا للحجاز. كفاية عطشتوها خماس. ايش رأيك يا ابوي لو نعطشها اسداس؟ 6 أيام وتبقى دي اخر مرة. والمرة دي حتسافروا بيها على وين؟ حنسافر بيها 6 أيام بدون مي لحد ما نوصل الجبل، وبعد الجبل نعسكر هناك ونبات ونصبح الصبح نعاود بيها للديار. ويا ترى حتمروا بيها عند النبع؟ ها؟ لا 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 لا، كيف نمر بيها عند النبع وهناك المي؟ ولو شافت الإبل المي هتهيج وهتعافر، واحنا لقل ما نعطشها لابد نبعد بيها عن النبع. زين ما قلت. وقلت ايش يا ابوي؟ خدوها عطشوها سداس، خدوها الساعة وارحلوا، وبعد 6 أيام اتعاودوا بالسلامة. مين كان يصدق اني حشوفك تاني؟ انا فقدت الامل فيك يا ناصح. يا وصال لو اقعد هنا على طول. ومين حايشك؟ بوي حايشني. قلت لي انك فارس وما تخاف غير من رب. نعم، انا فارس وسيد فرسان قومي. وخايف ليش من بوك امال؟ ابدا ماني خايف، والمرة دي حقعد هنا 6 أيام. 6 أيام؟ نعم يا وصال 6 أيام. تعالي هنا جنبي، تعالي لجل ما تملى من نورك. مالك يا فالح؟ ماليش يا ميسة. وليش غضبان؟ غضبان لأني حقعد هنا 6 أيام. لساك خايف من بوك؟ أنا يا ميسة فارس قومي واسمي تنهزلوا كل الرجال. وايش كمان؟ أنا وسط ناسي فارس تهابوا كل الناس. صحيح الكلام ده يا فالح ولا ده كلام؟ اسألي عني قومي، اسألي عني كل الناس. يعني نعشقت فارس تخاف منه كل الرجال؟ نعم، أنا وخوي ما حدا في القبيلة كلها له احترام قدنا ولا مهابة زينا. يا ماني سعيدة بيك يا فالح، لكن حاعمل ايش بعد 6 أيام؟ ناصح ايش يا فالح؟ اسمع يا ناصح. خير يا فالح؟ المرة دي تقول لابوي الإبل لابد تعطش سباع تاني. سباع وسمان وتساع. ورانا ايش؟ خايف بوك ما يصدق. بويا يصدقنا وغصب عنه حيصدقنا. عنديك منك له. ابوي عنديك يا فاجر منك له. اياك تتحرك. والله العظيم يا اخلص وكتاب الله يا ابوي. اخلص بقول لك. عشانك دي عمالين تضربوا خماس في اسداس، وانا بقول مالهم واخداهم الحمية ونازلين تعطيش في الابل. ليش؟ هي دي الخماس. والنبي يا ابوي هي دي الاسداس. العصاية بتلسوع يا ابوي. والله العظيم لقطع جدتك منك له. والنبي حرمت يا ابوي. دي الخماس. يا وسطي دي الاسداس. يا قفاية يا امي. ونزل فيهم ضرب لحد ما سواهم، ورجع بيهم وهم مربوطين الاتنين. ومن يومها حرموا يضربوا الأخماس ولا يضربوا الأسداس، وصارت مثل بيقولوا كل الناس يضرب أخماس في أسداس.
وتحور المثل وأصبح بينقال على المحتار المحتاس اللي مش عارف يعمل ايه. لكن أصل المثل بينقال على اللي يظهر أمر ويبطن غيره، وعلى اللي يسعى في المكر والخديعة. وفي المعنى ده قال الشاعر: في موعد قاله ثم أخلفه غدا، غدا ضرب أخماس في أسداس. توتة توتة هي اللي معانا، خلصنا الحدوتة الليلة. توتة توتة هي اللي معانا، خلصنا الحدوتة الليلة. راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة. راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة. الحواديت لسه هتحلو وهنسمع ونعيش في الجو. الحواديت لسه هتحلو وهنسمع ونعيش في الجو. بس ان شاء الله ده اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة. بس ان شاء الله ده اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة. توتة توتة توتة. ايوه خلاص الحدوتة. لقاؤنا الأسبوع القادم. أحمد عبد الفضيل، خالد منيب. ايوه خلاص الحدوتة.